السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. وياكم اخوكم الاسدي اللي قناتي بيها 425 الف مشترك، اللي انحذفت قبل تقريبا 5 ايام. طبعا اغلب الناس دروا بهذا الشيء، واغلب الناس دروا بهاي قناتي الجديدة اللي سويتها، بس ما ناشر بيها اي فيديو. شنو السبب؟ السبب انه يعني نفسيتي كانت تعبانة، وما احب اطلع لكم انه بالوجه اللي ما متعودين علي بيه. لكن الحمد لله على كل حال، وثقتي برب العالمين كافية. الحمد لله، ربك يعوض، ربك يسد باب يعوضك بألف باب. فالحمد لله والشكر. يا حبايبي، اليوم راح اسولف لكم قصة قناتي، اللي ما فاهمها واللي ما يعرفها خلي يظل بالفيديو يفهم قصة قناتي. والحمد لله والشكر، لا دراما ولا اي شيء، لان اكو ناس هم قالوا دراما وما ادري شنو. والله اتمنى انه دراما وترجع قناتي. لو ادري انه هيك الشيء انا اسوي بيه دراما وترجع قناتي. بس الله شاهد، كل شيء بالدليل اسولفه لكم. المهم يا شباب، سالفة قناتي شني. أنا أبث يوميا على الفيسبوك، فبالليل سديت البث، تعبت نمت، قعدت الظهر قعدوني بالاتصالات. والله قعدنا نسجل يا قناتك ما هي. أنا عبالي الشاقة لأن هو مسوي بيها مقالب قبل. فدخلت على ايميل، الجيميل مال القناة، يعني بيه رسالة من اليوتيوب. فطبيت على الرسالة. هاي الرسالة قدامكم، يؤسفنا انه قناتك طارت، ما ادري شنو خبر. يا شنو السبب؟ السبب انه قناة ثانية رابطة بيها على اساس يعني بنفس الايميل، قناة طايرة بيها سترايك 3 ومطيرين قناته وياها. يعني الا ترجع هاي القناة يلا ترجع قناتي. يعني انا هذا الشيء احسه ظلم، يعني انا قناتي ما رابطة باي قناة. فاليوتيوبر القروي هو اللي فعل الارباح قبل فترة، طبعا كل الحب والاحترام له. فعل الارباح وربط حسابه المصرفي مال قناة مال ابن اخته. قناة مال ابن اخته بيها 125 الف مشترك، هم انحذفت. فربط قناته، يعني هو باعتبار قناته ربط قناته وقناتي نفس الشيء. حلو، يعني صار قناتين بحساب مصرفي واحد. الحساب البنكي شنو؟ حساب مصرفي تسحب عليه الارباح. فشوف يعني، شوفوا حظ، انا ما فعل ارباح ابد، فاول مرة فعلها. فربط حسابه. فقالوا انه الصوت منين؟ الناس هسه الاغلبيه يقولون الصوت يابا من قناه ابن اخت القروي. قناه ابن اخت القروي ما يصير تربط بيها قناتين بحساب مصرفي. فرحنا القناة ابن اخت القروي خطية هم انحذفت. دخلنا على الجيميل لقينا رسالة من اليوتيوب نفس رسالته هاي بالضبط. ماكو يعني اي شيء، اي خلل ماكو. نريد نعرف شنو القناة، شنو السبب، لحد الان ما نعرف. فخصم الكلام، هاي قصة قناتي كلها اللي صارت. وانا ما قدرت اطلع واحكي لكم بالبداية، لان والله يعني التعب اللي تعبته بهاي القناة، والسهر اللي سهرته 3 سنين ما اعرف 4، هذا الشي صعب شوي. تخيل روحك انه انت عندك قناة باليوتيوب وتسهر بيها، يعني نفرض سنة مو 3 سنين، تسهر بيها سنة. وهاي هذا تعبك كله يروح بيوم واحد، بيوم واحد، وانت ما تعرف شو مسوي بالقناة اصلا. فنقول الحمد لله والشكر، وربنا يعوض بالأجمل. وأما بالنسبة لهاي القناة، صارت قناتي الرسمية لحد ما ترجع قناتي، لأن هسه حاليا بالوقت الحالي أكو أمل 30%. مثل ما قلتكم، مثل ما بلغوني 30%. أكو شخص عراقي وشخص سوري، بارك الله بيهم على مساعدتهم. قالوا يابا قناتك جاي نشتغل بيها، واكو موظف جاي يشتغل بيها، ان شاء الله يقدر يرجعها. فيا رب ان شاء الله ترجع. بس يعني امل، انا مئيس من الامل، مئيس من الامل، لان مثل ما تقولون يعني جدو شايب يجوز اقدم يوتيوبر، يعني اقدم شي انا اعرفه، اقدم يوتيوبر يعني باليوتيوب كله. فجدو الشايب يقول يعني اكو امل تقريبا 95% ما ترجع القناة. فهي يعني الناس تحب تساعدني، اليوتيوبر يحبون يساعدوني، يراسلوني وتواصلوا وياي بكل وقت. طبعا حاب اشكرهم، والمتابعين كذلك اللي ما قدرت ارد عليهم بالانستغرام اعتذر من عندكم. فيا حبايبي، ان شاء الله راح استمر بهاي القناة وبداية جديدة وسنة خير نقول يا رب. وان شاء الله الله يعوضنا بالاجمل اذا ما رجعت قناتي. واما بالنسبة اذا رجعت هاي قناتي اللي بيها 425 الف مشترك، هاي قناتي حاليا اذا رجعت اسويها لكم مفاجأة، يعني هدية من عندي لكم، لان انا ما احتاجها ولا من قصة الدراما. والحمد لله والشكر، ما يوم سويت لي مشكلة باليوتيوب ولا يوم سويت لي مشكلة ويا يوتيوبر. تواصلوا ويا الكل بالخير والمحبة فقط. يعني كاسب محبة الناس، وأنا محبوب بنفس الوقت. فحاب أشكركم على وقفتكم، وبدون هاشتاجات حق الأسد وما أريد هاي السوالف. إن رجعت قناتي خيرا على خير، ما رجعت قناتي أنا راضي بهذا الشي وراضي بأمر الله. والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات ثانية وفيديوهات قوية، وفي حفظ الله يا حبايب.